نظمت جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا لقاء بين نواب الشعب ممثلي دائرة فرنسا واحد بعدد من المهاجرين التونسيين لبحث مقترحاتهم والراغبين في إيصالها إلى أصحاب القرار في تونس. التقى عدد من نواب البرلمان التونسي عن دائرة فرنسا واحد أي الشمال الفرنسي بطيف من الجالية التونسية بباريس، في اجتماع طغى عليه الطابع التفاعلي وطرحت فيه القضايا ومطالب التونسيين المقيمين بالمهجر. الموضع نتاعنا يلزمنا المشاكل هذه كلها والاقتراحات نتاعهم كل نهزوهم في تونس، نهزوهم للمجلس. اليوم دورنا ان نفعلوا الوعود الانتخابيه والمطالب نتاع التونسيين اللي عايشين في المهجر، ويلزم ميزانيات حقيقيه ويلزم تشجيع معناها بعدين موارد ماليه بنكيه وغيرها، وهذا هو استثمار لان عدد التوانسه يمثلوا حول 12% من مجموع التوانسه واللي هم 1,200,000 على الاقل الان في تزايد. انشاء مركز ثقافي تونسي في باريس وضروره العمل على ترسيخ الهويه التونسيه لدى الاجيال القادمه من أبناء المهاجرين أو تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيض أسعار التذاكر هي بعض من كم كبير من مطالب المهاجرين الموجهة للنواب، فيما اعتزم الفريق البرلماني مراجعة سير العمل الميداني بموازاة المهام البرلمانية في إطار الأسبوع المخصص من كل شهر للقاءات الميدانية مع الجالية. رينا اللي من دور المجتمع المدني يوفر الفضاء باش التوانسه اللي في الخارج يوصلوا اصواتهم للنواب والنواب يسمعوا المشاكل نتاع التوانسه في الخارج، وان شاء الله تكثف على خاطر معناتها نحبوا ماذا بينا ديما يعطونا جديد، يعطونا اكثر الدوسيات المهمه اللي باقيين نتابعوا فيها. تخلى نواب البرلمان في هذا اللقاء عن الانتماءات الحزبيه ليرسخوا بالمقابل علاقة مباشرة مع الجالية التونسية قوامها الرصد المستمر لمشاغلها وتطلعاتها وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بتونس. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية، باريس.